بمناسبة إننا داخلين على العيد الكبير، في ظاهرة غريبة بتحصل في اليوم ده حيرت ناس كتير. معظم الناس لاحظت إن القطط بتختفي من الشوارع في اليوم ده أو بتقل عموما. طيب هما فين القطط؟ وراحوا فين؟ هل انتحروا؟ هل حد خدهم؟ في ناس بتقول إن في سر غامض ورا الموضوع ده، بس يا ترى الكلام ده حقيقي ولا مجرد إشاعات بقالها سنين وإحنا بنسمعها وبنصدقها من غير ما نفكر؟ النهارده هنكشف الستار عن واحدة من أغرب الظواهر اللي بتتكرر كل سنة في نفس التوقيت، ألا وهي اختفاء القطط يوم العيد الكبير. وهنعرف كمان إذا كانت في أي حاجة من الدين بتقول إن القطط بتختفي يوم العيد ولا لأ، وكمان هنعرف رأي العلماء في الظاهرة ديت. بس قبل ما نبدأ بالفيديو يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك، ويلا بينا نبدأ. القطط مش مجرد حيوانات بتمشي في الشارع، ده القطط حيوانات ذكية ومستقلة، وبتكون حنونة في أوقات وغامضة في أوقات تانية. ووجودها حوالينا في الشارع بيدي روح وبهجة، والمصريين القدماء اعتبروها رموز مقدسة، كانوا بيحنطوها ويحموها. وكمان الإسلام اداها مكانة عالية لدرجة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب القطط، كان بيخليهم يقعدوا جنبه. وفي حديث بيقول إن في امرأة دخلت النار بسبب قطة، وده بسبب إنها حبستها وما أكلتهاش ولا سابتها تاكل. يعني القطط في ديننا ليها حرمة كبيرة. بس نيجي بقى لموضوعنا وموضوع عيد الأضحى، إن المفروض بيكون عيد لمة وفرحة وأضحية. بنلاقي فجأة إن القطط بتختفي من الشوارع، ووجودها في الشارع مش بيكون بالشكل الطبيعي اللي بتشوفه في الأيام العادية. ناس كتير لاحظت الموضوع ده وبدأت تتكلم وتقول أكيد إن في حاجة غلط، وقالوا إن فيه ناس بتاخد القطط في اليوم ده وتستخدمها في أعمال سحر وشعوذة، أو يمكن القطط بتشوف حاجة في اليوم ده إحنا مش شايفينها علشان كده بتختفي. وبعيد بقى عن الهري والكلام الفاضي ده، تعالوا نعرف الحقيقة. في الواقع يا صديقي إن في أسباب كتير منطقية جدا بتفسر اللي بيحصل. أولها إن القطط بطبيعتها كائن بيحب الأمان والهدوء، ويوم العيد الشوارع بتتحول لدوشة، يعني أطفال بتزعق وصواريخ بتفرقع وليلة كبيرة سعادتك. والقطط بطبيعتها مش بتحب الفوضى، يعني مثلا تلاقيها تحت عربية أو فوق السطوح أو في جحورها اللي محدش يعرف مكانها فين. كمان ريحة الدم اللي بتنتشر في الجو بسبب ذبح الأضاحي ممكن إنها تخلي القطط تتوتر وتخاف، وخصوصا إنها كائنات عندها حاسة شم قوية، فبمجرد ما بيشموا الريحة بيعتبروا إن المكان خطر وبيهربوا. ده غير اللي فيه ناس وأطفال في اليوم ده بيكونوا رخمين جدا وبيهزروا مع القطط هزار سخيف، وده اللي يخليها تبعد عن الفوضى وتغيب لحد ما الدنيا تهدى. لكن تعالى بقى شوف الكلام الخطير اللي اتقال في الموضوع ده، علشان اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني. وهنشوف كمان الكلام العلمي اللي العلماء قالوه عن الظاهرة دي. في ناس بتقول إن السحرة بيجمعوا القطط في اليوم ده وبيستخدموها لأعمال سحر وشعوذة، بس الحقيقة إن كل الكلام ده فاضي ومفيش أي دليل عليه، لا شرعي ولا علمي ولا حتى منطقي. طيب هل في أحاديث بتقول إن القطط لازم تختفي يوم العيد؟ الإجابة واضحة وصريحة جدا، ومفيش ولا حديث نبوي صحيح بيقول الكلام ده. وكل اللي بيتقال من النوع ده مجرد أحاديث موضوعة أو شائعات على السوشيال ميديا. ده غير إن الدكاترة والعلماء البيطريين لما اتسألوا في الموضوع ده قالوا إن القطط سلوكها طبيعي جدا، لكن عندها غريزة بتخليها تحس بالخطر قبل ما بيحصل، ولما بتلاقي الدنيا اتقلبت ذبح وصوت عالي بتختار إنها تختفي لحد ما الجو يروق، وبعدين ترجع كأن مفيش حاجة حصلت. يعني من الآخر كده مفيش لا مؤامرة ولا سحر ولا شعوذة ولا أي حاجة خارقة، بس في كائن ذكي وحساس بيعرف إمتى يبعد عن الخطر وبيفضل بعيد عن الفوضى، وبيستنى يومين 3 لحد ما الدنيا تهدى، وبعدين بيرجع يتجول في الشارع مرة تانية. فلو شفت شارع فاضي يوم العيد من القطط ما تقلقش عليهم، هم لسه عايشين، بس هم اللي مش حابين يشوفونا وقت الهيصة وبس كده. وما تنساش بقى لايك للفيديو.